بقى يعني الازهر اللي بيشوف اكتر من الناس العاديه. شفت بقى دي بقى حاجه جديده يعني. كلمنا عن المسلسل انا مش هقدر اتكلم عن المسلسل نفسه، عن الدور، لان محتاج تشوفوه يعني. بس يعني اللي اقدر اقوله واوعد بيه ان شاء الله هيبقى حاجه قويه جدا. يعني اللي اقدر اقوله واوعد بيه ان شاء الله هيبقى حاجه قويه جدا، ويمكن من اضخم المسلسلات اللي هتبقى في تاريخ الانتاج. الانتاج راسب يعني امكانيات جباره، وبشتغل مع نجوم كبار جدا. هيبقى مفاجاه الكاست اللي انا بتشرف ان انا بشتغل معاه. فاستنوا حاجه جامده، حاجه جامده جدا يعني. تغيير كبير. طب قول لي المسلسل بيشوف في اطار ايه؟ قول لي هل يبقى دراما اكشن؟ في كل حاجه، بص، في كل حاجه. في دراما انسانيه واجتماعيه، وفي غنى، وفي اكشن، وفي يعني تمثيل. مش بس عند عمرو سعد، لا، كل الادوار. احنا معانا اكتر من 76 ممثل، 76 نجم مصري وعربي بيعملوا ملحمه باذن الله. وانا اقدر اقول كده بعد ما بدات تصوير في التمثيل انا جزء منها. انت وصلت للعالميه نقدر نقول في فيلم عالمي بتحضر له كمان غير التفاصيل. انا انتهيت من تصوير فيلم مع مخرجه ايطاليه عالميه واسمها إيلاريا، وهي من اصل ايطالي، وكان بمشاركه نجمه الاوسكار اللي حصلها على الاوسكار مرتين ماريا سورفينو، ومع مشاركه من نجوم عالميين يعني. وما يمكن ما كلمتش عنه لان هو مش من الافلام التجاريه يعني، لان معموله في امريكا بغرض تجاري. هو فيلم ليه قصه انسانيه، لان هو مش من الافلام التجاريه يعني، لان معموله في امريكا بغرض تجاري. هو فيلم ليه قصه انسانيه تقدر تقول عليها شارك، هيبقى مفاجاه كبيره في مهرجانات كبيره يعني. انتهيت من تصوير جزء كان في سيوه. يعني الازهر اللي بيشوف اكتر من الناس العاديه. شفت بقى دي بقى حاجه جديده يعني. كلمنا عن المسلسل انا مش هقدر اتكلم عن المسلسل نفسه، عن الدور، لان محتاج تشوفوه يعني. بس يعني اللي اقدر اقوله واوعد بيه ان شاء الله هيبقى حاجه قويه جدا، ويمكن من اضخم المسلسلات اللي هتبقى في تاريخ الانتاج. الانتاج راسب يعني امكانيات جباره، وبشتغل مع نجوم كبار جدا. هيبقى مفاجاه الكاست اللي انا بتشرف ان انا بشتغل معاه. فاستنوا حاجه جامده، حاجه جامده.